اهلا وسهلا بكم، واهلا وسهلا بكل عشاق الكروشيه. اهلا بكم في قناتي. انا آية، قناة لمسة كروشيه. لو بتحبوا الهاند ميد وشغله عموما، ولو بتحبوا الكروشيه عايزين تتعلموا اسراره وتركاته، كل حاجة من الصفر لحد الاحتراف عشان تبقي فنانة محترفة، بتدوري على افكار جديدة، مشاريع مميزة زي مشروعنا النهاردة، فانتي في مكانك الصح. هنا معايا انا آية، هتلاقوني بقدم فيديوهات مبسطة شرحها حلو جدا، ان شاء الله تكونوا تستفادوا مني. شرح مفصل وسهل وخطوة بخطوة عشان نعمل مع بعض احلى واجمل مشاريع. ان شاء الله مع بعض هنعمل قطع تكون مميزة. فيلا بينا على طول كده نبدأ. هنجهز ابرنا وخيوطنا عشان نبدأ رحلة جميلة وممتعة من الكروشيه. انا عملت توزيعات كتير سبوع، ودي قطعة منهم سلوبات اطفال تمشي بناتي وولادي، وصغنونة كده حجمها حلو، لا هي صغيرة ولا هي كبيرة. وطبعا يعني ان احنا نكبرها او نصغرها دي هترجع ليكم انتوا. النهاردة ان شاء الله انا هستخدم خيط لونه لبني، وهطعمها بخيط لونه ابيض اللي هو الكولا دي، هعملها بخيط ابيض. وهستخدم في الفيديو النهاردة برضو ميدالية للي حابب يعمل ميدالية، واللي مش حابب هقول لكم على البديل. هستخدم معايا ابرة مقاس 3 وابرة مقاس 2، وطبعا هستخدم ابرة تنظيف، هستخدم مقص. نسمي الله ونبتدي القطع المميزة بتاعتنا. شوفوا القطعة جميلة ازاي شكلها حلو جدا. وعملت منها برضو الابيض، بس الاختلاف هنا ان الكولا لبني وهنا اللبني والكولا بيضة. زي ما قلت تمشي بناتي وولادي، بجد حلوة جدا. يلا بينا نبتدي على طول. هنجهز الخيط بتاعنا. طبعا كل واحد ليه حرية الاختيار في نوع الخيط. انتي حابة تستخدمي خيط ألز، حابة تستخدمي هيمالايا، اللي يريحك يعني. الخيط ده راجع لك انتي في الاخر. فانا هنا مستخدمه خيط السمك بتاعه كويس، يعني ما هواش تخين قوي سميك ولا رفيع قوي، خيط وسط علشان خاطر يطلع لي الشغل بالشكل ده. لان احنا لو استخدمنا خيط هيكون مثلا سميك شويه، فانت هتلاقي القطعه معاكي كبيره، ولو استخدمتي خيط رفيع شويه القطعه هتطلع معاكي صغيرة، يعني حجمها اصغر حتى لو بالمقاسات اللي احنا هنقولها النهاردة. فده سمك الخيط اللي انا شغالة بيه. سمي الله ونعمل عقدة البداية. هنعمل 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنعمل ايه؟ هنقفل الدايرة بتاعتنا. انا عملت 10 سلاسل، هقفل بمنزلقة. ارتفع 3 سلاسل، 3. هشتغل جوه الدايرة 17 عمود بلفة، وانا معايا ال3 سلاسل دول بمثابة عمود، يبقى كده عملنا 18 عمود. هحط بواقي الشغل البدايات هنا تحت الشغل عشان ادريها. ال3 سلاسل دول بمقابة عمود، فهعمل 17 عمود بلفة كده. 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. الافضل طبعا ان احنا نعد علشان نشوف احنا ماشيين صح ولا لا، بس انا هنا هقص الزيادات دي علشان خاطر اقفل اول باول. هنعد كده معانا 15 عمود بلفة، 18 اسفة. تمنتاشر بارتفاع الثلاث سلاسل. هنعمل ايه؟ نظبط كده الدايرة بس ونقفل بمنزلقة. هقفل في الارتفاع اللي هو الثلاث سلاسل اللي انا ارتفعتهم. تمام كده. هعمل ايه في السطر التاني؟ هرتفع 3 سلاسل. هو انا كده هشرح لكم بس السطر الاولاني بسرعة. هو انا يعتبر ما عملتش حاجة غير اني عملت 10 سلاسل ودخلت في قلب السلسلة اشتغلت 18 عمود بلفة، وبالفعل الثلاث سلاسل ارتفاع هعمل عليهم 17 يبقى كده 18. السطر التاني اسف، السطر التاني هيبقى تزايد، يعني فوق كل عمود بلفة 2 عمود بلفة، فهيبقى معانا مجموعهم 36 عمود. هعمل فوق كل عمود 2 عمود، وطبعا هنعد في الاخر عشان نتأكد احنا ماشيين صح ولا غلط. فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. التزايد 2 عمود بلفة. انا اشتغلت القطعة دي ببدل ما عملتها بعمود بلفة عملتها ب2 عمود بلفة. طلع القطعة شكلها اكبر، بس شكلها انا مرتحتلوش في الشكل يعني، فلقيت ان العمود بلفة مديها شكل احسن. وبرضو اشتغلت القطعة بنص عمود، فبنفس الطريقة اللي انا شغالة معاكم بيها، بس النص عمود اداني شكل اصغر للقطعة، يعني طلع حجمها اصغر من كده. ففي الاخر لقيت انه الاحسن العمود بلفة مديها شكل وسط وكويس، يعني له كبير وله صغير. هينفع توزيعات سبوع بقى، هينفع ميدالية، طبعا زي ما انتوا تحبوا، بس الاحسن عمود بلفة. وطبعا انتي اللي يريحك اعمليه، حابة تعمليها ب2 عمود بلفة، عمود واحد بلفة زي ما انا شغالة دلوقتي، او نص عمود. الموضوع سهل وبسيط، وده حاجة ترجعلك انتي. هتستخدمي اي لون خيط، اي نوع خيط، الموضوع ده برضو يرجعلك انتي. انا حبيت اعرض كذا قطعة من اللي انا عاملاهم عشان اشرح لكم الفكرة عليهم، وتشوفوا برضو الشكل الاخير عامل ايه. طيب انا هنا خلصت السطر التاني. فوق كل عمود بلفة عملت تزايد 2 عمود بلفة. مجموع السطر الاول كان 18، فمجموع السطر التاني 36. هنعدهم عشان نتأكد. انا حابة اقول حاجة، ان انا حاليا دلوقتي الشغل بتاعي في الظهر، قفلاتي في الظهر. اعد بقى عشان اتأكد بس احنا ماشيين صح ولا غلط.
طيب دلوقتي احنا عدينا، انا هنا معايا 36. طيب هخش اعمل منزلقة في اول سلسلة فوق. هعمل ايه بقى في السطر رقم 3؟ ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هشتغل 6 عمود بلفة، فانا معايا اول 3 سلاسل عمود بلفة، هشتغل كمان 5 2 3 4 5. يبقى 1 2 3 4 5، هشتغل 6 كده، معايا 6 عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة وهتجاهل معانا هنا 6 عمود بلفة، هتجاهل 6 عمود، 1 2 6 سلاسل اسفة، 1 2 3 4 5 6، وهخش في السبعة اعمل عمود بلفة. اطلع كده دي لبره. انا كده حددت اول يعني اول دراع او اول الكم اللي احنا هنعمله هنا. هعمل 12 عمود بلفة علشان اشتغل الصدر اللي هو الامام ده. يبقى انا كده معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده انا عملت الصدر من قدام. هتجاهل 6 سلاسل واخش في رقم 7. هلف الخيط على الابرة واعد 1 2 3 4 5 6 واخش في السابع. لما اخش في السابع هعمل 6 عمود بلفة. انا بالفعل عملت 1 2 3 4 5 6. اقفل بمنزلقة ويلا علشان اشرح انا عملت ايه. هنا انا عملت ايه. انا لما ارتفعت بالثلاث سلاسل اللي هم دول اللي تحت دول، عملت 6 عمود بلفة من ضمنهم الارتفاع الثلاث سلاسل. فيبقى انا كده عملت 5 عمود بلفة والثلاث سلاسل دول عمود، يبقى كده 6 عمود بلفة. تجاهلت 6 سلاسل اللي هم دول ودخلت في السابع عملت عمود بلفة. يبقى انا كده بحدد الكم. بعدين اشتغلت 12 عمود بلفة اللي هم دول الصدر هنا قدام اهو، لان انا هنا شغلي بقفل من ورا في الظهر. القفله اهي لو واضحه. طيب انا هخلي واحد هنا ظهر وواحد امام عشان اوضح عليهم. تمام كده، او لو واضحين تمام كده. فانا هنا اشتغلت 12 عمود بلفة علشان احدد منطقة الصدر هنا. طيب فرجعت تاني تجاهلت 6 عمود بلفة عشان احدد منطقة الكم، ودخلت في السابع عملت 6 عمود بلفة اللي هم دول وقفلت. يبقى انا بقفل في الظهر اللي هو زي كده. تمام تمام. انا كده شرحت وانا نكمل.
بعد ما ارتفعت التلاتة سلسلة بمثابة عمود، انا هشتغل عادي كده. معايا دلوقتي 12 في الامام و12 في الظهر، يبقى 24 عمود. فهشتغل ال 24 عمود بلفة، عمود بلفة فوق كل عمود بلفة، فهيبقى الناتج بتاعهم 24. هشتغل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة. عمود بلفة فوق كل عمود بلفة. انا هشتغل سطرين على اللي انا عملتهم، يبقى كده 3. اللي عايز ان هو يطول السلوبتة شوية ممكن يخليهم 3 سطور، هيدي ان شكل السلوبتة هتبقى اطول شوية. اللي حابب ان هو يصغرها شوية يعني يعمل سطر واحد مش سطرين، بس هي شكلها مش هيبقى ظريف بصراحة، لان انا جربتها بكذا طريقة وكذا شكل، ففي النهاية طلع ان دي طريقة كويسة الحلوة اللي هو شكل التوزيع فيها باينة اصلا. فضلا اشترك في القناة. طيب انا هنا خلصت في اخر السطر، هقفل بمنزلقة، ارتفع 3 سلاسل. اشرح انا عملت ايه. انا هنا لما حددت السطر اللي فات الظهر بقى عندي هنا السلوبتة من قدام ومن ورا، اشتغلت بس سطر كمان 24 عمود بلفة فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. هشتغل كمان سطر فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة، وهيبقى ده اخر سطر علشان ابدأ اعمل الرجلين بتاعة السلوبتة. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. كده الموضوع سهل، ان كل فوق عمود بلفة، عمود بلفة. واحنا معانا 12 عمود بلفة قدام و12 عمود بلفة ورا، يعني 24. فهتبقى كل رجل تقسيمتها 12 عمود بلفة. هقفل بمنزلقة. تقسيمة الرجل لها كذا طريقة، بس دي اسهل طريقة. انا هنا ارتفعت سلسلتين بس مش 3 سلاسل. طيب انا هعمل ايه؟ هعمل 12 عمود بلفة. طبعا ال3 سلاسل دول عمود، يبقى كده 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12. هعمل ايه؟ مش هكمل، يعني انا كده مش هكمل، انا كده خلاص شغلي كده خلص. هقفل بمنزلقة في اول 3 سلاسل، في اول سلسلتين هنا، وارتفع 3 سلاسل عادي. فهمتوا الفكرة ازاي؟ انه انا اشتغلت من هنا عادي وكملت وفضلت اعد لحد، يعني انا هنا كانت قفلتي هنا عند 3 سلاسل، مشيت كده 12 عمود بلفة وقفلتهم في الاول، ارتفعت 3 سلاسل، وهعمل كمان سطر عمود اهو بلفة فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. كده السطر التاني. اقفل بمنزلقة وارتفع 3 سلاسل، واعمل كمان سطر 1 2 اللي هو فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. احنا هنا عملنا عمودين في نفس السلسلة، خلاص. انا كده خلصت كده شكل الرجل. انا مش هطول عن كده، يعني انا هعملها 3 اسطر بس، اللي هو 1 2 3. فانا مش هدخل بقى اعمل منزلقة، لان انا هقفل قفلة شكلها احسن. هرفع الخيط لفوق كده، هاجي تحت السلسلتين تحت السلسلة هنا اللي انا كنت هعمل فيها المنزلقة، وادخل من تحت السلسلتين هنا الفتلتين اشد الخيط. طب بعد ما شديت الخيط من تحتهم، هخش في السلسلة اللي هو طالع منها الخيط، شديت فيها الخيط اللي هي دي كده، واخش في النص كده في قلبها واشد الخيط ليها تاني لجوه. الشكل كله سلاسل في بعضه اهي، شوفي مش هتعرفي تفرقيها. هعمل ايه بقى؟ انا هقلب بس كده سنة بسيطة واشدها كويس. اللي عايز يعملها يقفل معايا وينظف بإبرة التنظيف براحته، واللي عايز بإبرة اصغر، مقاس اصغر شوية برضو براحته. هدخلها بس تحت الشغل كده، كده اول رجل. طيب يلا بقى
نعمل الرجل التانية. الخيط بتاعنا هنا نخش في السلسلة، يعني انا هنا السلسلة اهي، اللي بعدها على طول هدخل الابرة هاخد الخيط تحت الشغل وارتفع 3 سلاسل، سلسلتين قصدي، اسفة. هشتغل ال12 عمود بلفة بتوعي، والخيط الزيادة ده تحتهم كده. اعد بقى انا عملت قد ايه علشان متبقاش رجل اكبر من رجل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وزي ما قلت احنا كنا عاملين المرة اللي فاتت 12، فالمرة دي هنعمل 12. هقفل بمنزلقة في اول هنا سلسلة كده، ارتفع 3 سلاسل، 1 2. السلاسل دي ما توسعيش ايدكم فيها قوي، لانكم لو وسعتوا ايدكم فيها هيطلع شكلها كيرف كده، فاحنا عايزين بس ايه نشد ايدنا فيها، بالذات الحتة دي. ارتفعت 3 سلاسل، هشتغل فوق كل عمود بلفة، اللي هما ال12 عمود، عمود بلفة. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. وهاجي في نهاية السطر اقفل بمنزلقة، وبعدين هعمل السطر الثالث وهقفل السطر الثالث بنفس الطريقة ونفس الشكل اللي انتوا شفتوه في الرجل الاولانية، علشان نعمل الكولة والدراع. الحاجات الصغيرة دي بتبقى يعني شغلها على قد ما هو رخم، بس بتبقى في الاخر النتيجة حلوة، يعني بتخليكي تقولي يلا التعب ده خلاص مش مشكلة. هرتفع 3 سلاسل علشان اشتغل الرجل التانية. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. خلاص كده وصلنا لاخر غرزة. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. هنا طبعا مش هقفل بمنزلقة نفس ما عملت في الرجل الاولانية. شد الخيط، جيب بس ابرة تكون مقاس اصغر شوية، واخش بدل ما كنت هعمل منزلقة تحت الحلقتين كده في السلسلة، واشد الخيط
هخش هنا في السلسلة هنا كده من النص واشد منها برضو الخيط. وانضف الشغل بتاعي اول باول، ما سيبش التنظيف ده للاخر علشان خاطر ما ننساش حاجة. اقص بقى كده الظهر بتاعي وده الامام بتاعي. كده السلوبتة بدأ شكلها يبان. كده هنحدد لسه موضوع الدراعات بتاعتها وملامح الدراعات بتاعتها. شكلها كده ينفع قط، وممكن كمان تحطوا لها الدلاية او انك تعملوا العلاقة بتاعتها بخيط الكروشيه، فبدل ما تحطوا دلايات تخليكم ماشيين بيها يعني عادي، يعني مش شرط الدلاية قصدي. انا هحط لها هنا الدلاية كده من الجنب. اللي عايز يكمل بيها كده تبقى قط اوكي، واللي مش حابب وعايز يكمل بيها كم يكمل معايا الفيديو نعمل الكم. قلبت الشغل بتاعي كده لورا، جبت الابرة، هخش هنا كده تحت السلاسل دي، هرتفع 3 سلاسل 1 2 3. هعمل عمود بلفة طبعا واحط الخيط تحت الشغل. اعد بقى كده 2 3 4 5 6 7. هنا بقى الجزء ده بالفعل احنا شغالين فيه، بس هنخش فيه برضو كده نعمل 8، وبعدين هنروح نقفل بمنزلقة في الاول كده. هنا هنقفل بمنزلقة، نرتفع 3 سلاسل 1 2 فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. وهكرر التجربة دي زي موضوع الرجل بالظبط كمان سطر غير السطر التاني اللي انا بعمله ده. هكمل السطر ده بقيت ده والسطر التالت وارجع لكم. انا هنا خلصت الكم، هعمل معاكم الكم التاني. هخش هنا تحت الحلقتين دول وارتفع 3 سلسلة 1 2 3. تحت كل عمود تحت هنا السلاسل هنعمل عمود بلفة، نفس ما عملت المرة اللي فاتت هيها المرة دي. نفس الدراع اللي فات هنعمله هو المرة دي. هقفل بمنزلقة، ارتفاع فوق كل عمود بلفة عمود بلفة،
فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. هقفل بمنزلقة السطر التاني كده خلاص. هشتغل في التالت، 1 2 3. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة. فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة، عشان انا ابقى كده خلصت السطر التالت. لسه هنا كده سلسلة. انا كده خلصت السطر التالت. هقص بقى علشان خاطر اقفل زي ما قلت لكم كل مره. خش تحت السلسلتين اللي انا كنت هعمل فيهم منزلقه، وبعدين هشد الخيط وفي السلسله اللي طالع منها الخيط دي هخش كده في النص كده، هسحب الخيط، هقفل الخيط، هعديه كده من بين السلاسل لحد بس ادخله جوه اداريه اكتر. انا عديته هنا من السلاسل الارتفاع في السبعة بتاعت سلاسل الارتفاع في السطور. طيب انا كده خلصت. ده الظهر، ده الامام بتاعه. هعمل هحط كده 2 لولي واشتغل الكولا. هشتغل معاكم الكولا الاول. نعمل الكولا. هشتغل الكولا، هعمل بس عقدة بداية كده وهسيبها على كده. هعمل ايه بقى؟ الكولا اهي، شايفين الدراع كده ماشي ازاي؟ هنا كده امشي بس بالابره بيه كده. مجرد ما تدخليها تحت السلسله هتعملي ايه؟ هتشديها كده، هتضيقي بس خلاص كده. هتعملي 1 2 3 4 5 سلاسل. هتعملي ايه بقى؟ سيبيها، امشي بالابره بس كده من عند التقسيمه بتاعه الشورت كده كده. اطلعي النص اهو، النص بتاعك هنا الغرزه دي، تمام. ومن حاطه الابره كده واعملي لي غرزه حشو. ثواني لان احنا دخلنا الخيوط في بعضها كده. حشو، ضيقي بقى ايدك فيها شويه. اعملي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هم ال5 اللي عملناهم هنا. هتعملي ايه؟ برضو نفس الكلام. الدراع هنا هتقفلي هنا كده بغرزة سلسلة اي حشو. ارتفعي 3 سلاسل، 1 2 3. لف الشغل. هتشتغلي في قلب ال5 سلاسل اللي احنا عملناهم 12 عمود بلفة. يبقى احنا كده عملنا اول 3 سلاسل مسافة عمود كده، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كده. كبيرة كبيرة. طيب احنا كده عملنا 11. طيب هنقللها شوية مثلا كده 9، خليها 8. قيسي بقى انت عندك، يعني مثلا انا عملت كده 8 اهو كده النص، يعني هتبقى من عند الدراع من هنا كده 8. حلو 8. لو انت عندك ممكن انت تكوني مثلا وانت بتاخدي الغرزة رجعتي ورا سنة، فقيسي بس
رجعتي ورا عني غرزة، فممكن دي تحتاجي 9، ممكن تحتاجي 10، ممكن تحتاجي 6. فقيسيها انت بس كده بعينك، يعني خلي عينك هي المقياس. حطي كده دي هنا عند الكم هنا، قيسيها كده، جت في النص خلاص يبقى انت كده تمام. انا عملت 8. فوق غرزة الحشو اللي في النص هعمل غرزة حشو. تمام، هي واقفة كده سيبيها واقفة عادي. ارتفعي 3 سلاسل، 1 2 3. اعملي 8 عمود بلفة جوه هنا. لا اسفة معلش، هنشيل دول كده. احنا عملنا غرزة الحشو كده، احنا عملنا غرزة الحشو هنا. هنخش هنا نعمل عمود بلفة، 8 عمود بلفة زي ما احنا عملناهم. عايزين نضيق دي قوي برضو، السلسلة دي نضيقها كده. امسكي ايدك فيها قوي. ده 1 2 3 4 5 6 7 8. انا كده عملت 8 عمود بلفة، يعني نفس الجنب التاني. هقفل بس بغرزة كده سلسلة، هشد بقى الخيط. هي واقفة كده مفيش مشكلة، رجعي بس انت الخيط وقفلي معايا كده من تحت من هنا اول باول، عشان يطلع لنا النتيجة تكون شكلها كويسة كده. انا هلفها كمان لفة تحت الشغل كده، هي مش باينة من فوق على فكرة. كمان مرة اقصها بقى بالمقص كده. البداية بقى اللي احنا ابتدينا بيها هنا، دخليها برضو كده من تحت من هنا كده، ارفعيها، قفلي فيها هنا كده، قفليها هنا، مفيش اي مشكلة. كل ده اصلا هندريه. اللي هيحب انه يعمل الكولا بالشمع هي احسن، تمام. اللي مش حابب يعملها بخياطة عادي خالص. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الشمع، هنحط كده على الكولا هنا كده كده. هنعمل ايه؟ هننزل الكولا كده بالراحة عشان ما تتلسعيش من الشمع، زي كده اهو، من الجنب من عند الكم من هنا كده. تمام. الناحية التانية نفس الكلام. اقلبي الشغل كده عشان ما تتلسعيش برضو لتاني مرة زي كده. السبعة بتاعتها ابدأي انت برضو حدديها بايدك. طيب في هنا حتة هنا مش ملزوقة كويس، نلزقها احنا اهو. ضغطي بس عليها كده، ثبتيها. اي بقى حاجات طالعة زيادة كده من الشمع احنا هنشيلها كده بالمقص. طيب تمام كده، ظبطي شكلها. طيب عايزين نعمل 2 لولي هنا كده تديها شكل. نجهز اللولي بتاعنا، انا مجهزه كل حاجه اصلا. الشمع الزياده ده هنشيله في الاخر. هنحط واحده هنا وواحده هنا كده وكده. عشان بس ايه يعني نتفادى اللسعات اللي احنا بنتلسعها. وبكده تكون يعني كولا اللي هي كل حاجة فيه خلصت والحمد لله. كده انا خلصت خلاص. هرصهولكوا بقى تشوفوها، يعني اكيد بعد مش كل يعني التعب ده كله المجهود ده كده يروح على الفاضي.
كده كويسين باينين. طيب اهو عملت انا هنا 3 لبني و3 ابيض. انا عملت الابيض ده قبل ما اصوره، وهكذا برضو اللبني، وحبيت اكمل بقية العدد معاكم عشان تقولوا لي ايه رأيكم في شغلها وفي الوانها، وهل استفدتوا من الفيديو ولا لا، وهل الشرح كان مبسط ولا في حاجة واقفة عليكم، الالوان مش باينة. لو في حاجة واقفة عليكم لو سمحتوا اكتبوا لي في التعليقات. لو حابين ان انا اغير اللون اكتبوا لي في التعليقات. لو مش فاهمين حاجة او في حاجة مش واضحة قولوا لي، وانا ان شاء الله اعملها معاكم واعيد لكم الفيديو تاني لو عايزين. وان شاء الله تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو عجبكم، ويكون الشرح زي ما قلت في البداية بسيط سهل واضح، يعني يكون الدنيا مشت معاكم بكل سلاسة كده، اتمنى يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شياكتك تبدأ بلمسة كروشيه، فضلا اشترك في القناة.